المدنية هذا المصطلح ملتبس في الحقيقة، نعم. وهو ضعيف القدرة التفسيرية. ليس هناك شيء اسمه دولة مدنية حتى في معاجم الغرب المعتبرة. نجد دولة علمانية، دولة دستورية، دولة دينية ثيوقراطية، لكن لا نجد دولة مدنية سيفل ستيت، لا نجدها في معاجم الغرب. هذا دليل أو على الأقل قرينة قوية على أنه منتج عربي. العلمانيون العرب ابتكروا هذا المصطلح ليتسربوا إلى أذهان العوام، عوام المسلمين في المنطقة العربية، وللتلبيس على الناس، فهي في الحقيقة وصف مخاطئ للدولة العلمانية. فبدلا أن يقولوا الدولة العلمانية يقولون الدولة المدنية حتى نتقبله نحن المسلمين، نحن عوام المسلمين، ولا نتوجس منه مثل ما نتوجس من كلمة الدولة العلمانية. بدليل أنه نحن نقول في الثنائيات، في المتقابلات الثنائية في اللغة القانونية والسياسية، قضاء مدني في مقابل قضاء شرعي. نقول محاكم مدنية في مقابل محاكم شرعية، زواج مدني في مقابل زواج شرعي. هذا دليل على أن المقصود بالمدنية هنا هو اللادينية، أو على الأقل هو عدم الخضوع لمرجعية الشرعية، لمرجعية الوحي.